Oh! Can you help me? Ay. Is it no? Is it me? I don't know what happened. He was very aggressive. يا جماعة القرد هاجمنا. هيضربني انا مالي. Done. Thank you. وصلنا غابة القرود في مدينة أبود جوه جزيرة بالي، لسه مكملين. بيقولوا دي واحدة من أكبر وأشهر غابات القرود في العالم كله. القرود هنا بتهاجمك وبتصور معاها، يعني شوية أكشن جوه. يلا بينا ما نضيعش وقت عليكم. الموضوع من المدخل بيقول إن شكل فيه هيبقى أكشن وكلام يخوف هنا. إيه ده؟ Bottle water is not allowed. Bottle water and pressure for always load the floor. Okay. Yeah. I'll put it in my Okay. I'll put it in my bag. الغابة هنا لازم تخش مخلي بالك من حاجتك جدا، حتى الكاميرا المفروض اخبيها لان القرود بتاخد كل حاجه او تطلع تجري. ازازه الميه لو شافوها بيعرفوا ان دي ميه، والقرود تعرف تفتح ازازه الميه ياخدوها ويجروا. نضاره الشمس لازم تشيلها. هو انا عندي بقى مشكله اكبر ان انا ما بشوفش من غير نضاره النظر، فانا همشي على كتف البدوي عشان ما يحصليش حاجه او تخسر نضاره النظر لاخر السفريه، وساعتها هيبقى يلا مشكله بينا. اكبر. زيرة يا جماعه القرود ايه ده؟ بيلعبوا مع بعض. القرود بجد على الحقيقه كانهم بني ادمين. وده كان السبب ان هو بلاش ندخل ازايز المايه معانا. القرد فاتح ازازه المايه وقاعد بيشرب. الخطوه الثانيه هاخد الكاميرا فربنا يستر. من المعلومات اللي بيقولها لك ما تبصش للقرد في عينه تعصبه، والاطفال القرود ما تطبطبش عليها عشان امهاتها، ما تديهمش اكل، ما تشيلش حاجه في ايدك عشان هياخدوها. يا جماعه احنا دلوقتي في رابطه القرود، ممكن تدفع له 50 جنيه تقريبا تصور وتاخد مع القرد سيلفي. القرد بيجي يقعد على رجلك على كتفك. هنشوف هيحصل ايه دلوقتي. انا خايف اهم حاجه بس ان هو ما ياخدش الكاميرا او الموبايل. يلا بينا. الراجل بيكلم القرد. يا برادر. برادر ايه؟ هو ابن عمك. بتاعك When you touch, when you do eye contact, monkey just run يعني away. المفروض ما ابصش لل وي Famous. حد يصور بموبايلي فيديو. يا جماعه القرد صح خلاص اهو. نزل يلم السوداني من You just wait, guys. You, Okay. If you not listen me, I go away. Male one like this. I say you later. Male monkey because has a big hook. هيضربني انا مالي. حاجه اضحكي بس. اضحكي. حط ايدك على في الجنب كده واضحكي. ها؟ لا. اوه. Can you help me? Ay. Is it no? Is it me? I don't know what happened. He was very aggressive. يا جماعة القرد هاجمنا. القرد هاجمنا. بعد ما خلصنا القرود الحمد لله من غير أي خسائر، غير خسائر نفسية. ميادة ما عدا أنا. إيه رأيك في القرود؟ القرود بهدلتنا. انا باكل سوداني عشان انسى القرود. هنطلع دلوقتي على تاني أشهر حاجة في مدينة أبود نعملها، من أشهر حاجات في بالي، وهي المرجحة. اليومين دول هنقلب سياح، معلش استحملونا، مفيش أكشن اليومين دول أوي، قرود بس يعني. من أصعب الحاجات بقى في السواقة اليمين والشمال إن كل حاجة معكوسة، زي ما يكون الفتيس على شمالك بدل في العادي بيكون على يمينك. أصعب حاجة بقى كل ما أجي أعمل إشارة يمين أو شمال بنعمل هنا اللي على شمالنا بتشتغل مساحات، الإشارة هنا. صراحة موضوع معقد، تحس ان الموضوع بيضحك كمان انك خايف كل حاجة في دماغك اتشقلبت. هتاخد وقت وهنتعود عليه. دلوقتي هنحط بنزين، حتى البنزين يعني حاسس كل حاجة غلط، كل حاجة مش مظبطة. بس العربية اللي معانا
واخدينها ب 300 جنيه في اليوم. عربيه 7 راكب، اي نعم احنا قافلين الكنبه اللي ورا عشان معانا شنط كتير، بس عربيه 7 راكب ب 300 جنيه في اليوم. لتر البنزين ب 10000. لتر البنزين هنا ب 10 جنيه تقريبا، اولموست زي مصر. بدايه موفقه الحمد لله، ماشيين كويس. وبعد البنزينه كانت لازم توقف عشان نجيب سناكس. اشترينا كل الحاجات دي، ميه وشيبسيهات، حتى في مش عارف ايه ده سوداني، والريد بول بتاعهم الغريب هنا ريد بول الجولد. كل الحاجات دي تقريبا كلفت 90 جنيه او 100 جنيه. حاجات اصلا ريد بول الاثنين دول في مصر الواحده كنت شايفها بتتباع ب 70 جنيه. فاندونيسيا ارخص البلاد زرتها في حياتي. ايه تخيلين القعده في مكان زي ده بالفيو الخطير ده، انكلودنج البول، المنظر ده. في الاخر تيجي تلاقي السي فود باستا، سي فود مارينا باستا ب 80 جنيه، اللي هي لو رحت في الساحل. الساحل بحره حلو، الساحل جميل، مصر جميله، وبرده ده جميل. هناك ب 300 400 جنيه، وهنا ب 80 جنيه عادي. 300 400 جنيه ايه؟ انت هناك عايز كليتك علشان تجيب بيتزا بالمنظر ده في الساحل. وطبعا بعد ما جينا هنا ميادة هتعمل المرجحه. بصوا الفيو عامل ازاي. المرجحه دي ب 50 جنيه، هي حاجه بناتي شويه او سياحيه، فهنسيبها هي اللي تعملها. عنصري يا احمد يا عنصري. لا بس احنا بتوع اكشن يعني، نتشقلب ننط نعمل. طبعا ما يفوتش المنظر الجميل ده من غير ما نطير الدرون. احلى حاجه في اندونيسيا ان ممكن تطير الدرون حرفيا في اي حته، لدرجه ان احنا طيرناها يعني على بعد خطوات من المطار. هي مش حاجه كويسه يعني ما ننصحش بيها، بس لقينا نفسنا قريبين من المطار وطيرنا فجاه. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep,